هذا واحد المبوق طلع نعم سيدي الطوبيس. طلع للطوبيس ومشى وقف حدا واحد المرأة غليظة جالسة كترضع ولدها، وشوية وهو يوقف الطوبيس وهما يطلعوا الناس عاوتاني. ايوا داك الراجل كان كيشوف من الشرجم، وشوية وهو يتلفت لقى داك المرأة اللي كانت غليظة كترضع ولدها كاينة بلاصتها مرأة رقيقة وكترضع ولدها. المبوق مسكين تصدم، بقى غير كيشوف ما فهم والو، وهو يبقى كيخنزر في ديك المرأة وهي تشوف فيه. قالت له مالك انت من الصبح وانت تخنزر فيا؟ وهو يقول لها اسمحي لي يا اختي الله يرحم الوالدين، اسمحي لي الله يرحم الوالدين نسولك. وهي تقول له سول يا سيدي. جاوبها هو انا مزوق، الا ما قول لي واش هاد الدري عندك كينفخ ولا كيفش ولا كيرضع ولا شني كيدير. واحد الولد سرق تفاحة ودخل لدارهم. دخل لدارهم وخاف يمشي يشوفو باه ويسولو منين جبتي داك التفاحة. صافي نعم سيدي الولد مشى لعند جداه، دخل عندها للبيت وقال لها واجدة وهي تقول له نعم يا وليدي، نعم يا وليدي الحنين. وهو يقول لها جدة واش جدة عندك السنان؟ وهي تقول له اش غنقول لك يا وليدي بالحرام يا وليدي، وفين هما السنان مشاو وباك ما بغاش يركب ليا الفم. وهو داك الولد الصغير يقول له ايوا هكا جدة الله يرضي عليك خزني لي عندك هاد التفاحة. يا سيدي قال لك الفار بغى يتزوج. وقالت لامو شوف يا وليدي، شوف نوصيك وصية، شوف ليك شي بنت الناس تكون بيك وتكون عارفك وتهز همك وهبالك. وهو يقول لامو لا يا امي لا، انا بغيت نتزوج بشي وحده تكون زوينه وخدامه تعاونني على الزمان. صافي نعم سيدي الفار خرج تيتسارى وتيتسرقل في الزناقي، وهي تبان ليه واحد الجرانة عجباتو. وهو يمشي لعندها ووقف عليها قال لها اسمحي لي نقول لك يا الجرانة راكي عجبتيني وناويك الحلال، واش تقبلي تزوجي بيا؟ شافت فيه الجرانة وسولاتو قالت ليه ايوا يجي بعدا وقول لي فاش تتخدم؟ وهو جاوبها وقال لها انا راني طالب معاشو. وهو يقول لها وانتيا فاش كتخدمي؟ ردت عليه الجرانة قالت ليه انا راني نقابة وتنزغرت في العلاسات. ولكن انت يا الفار رجليك خفاف ما كتجلس في حتى بلاصة، كطير بحال الزيت في المقلة، وكتدخل لديور الناس بالاشوار وديما هربان. انا عندي لك شرط، الا بغيتيني نقبل نتزوج بك. وهو يشوف فيها وقال لها شرطك مقبول يا الزيني قولي. وهي تقول لي انايا غادي نربطك معايا بقنبه، غادي نربطك معايا ولكن ما تقطعهاش. قال لها هو صافي كوني هانيه الشرط ديالك انا قابلو. صافي نعم سيدي ربطاتو معاها بقنبه. ايوا هما غاديين كيتسركلوا في الشارع، وهو ما يدوز لك واحد بوعميره طاير في السماء ما كيشوف هذاك الجرانة، وهو ينزل كيجري هزها برجليه وطاروا على الفوق. ايوا والفار اللي مربوط مع الجرانة تا هو بدا طاير في السماء. ايوا شويه وهو يبدا يغوت الفار هكيتي ها سري انا سرو اللي يتزوج بالشيخات والزغراتات والحنقازات. ابعدي مني وتلقيني، راه ما اتفقناش على العماريه ورحنا اتفقنا على شهر العسل في الارض ماشي في السماء. ونزليني يا المصيبه، نزليني راه العماريه كتدوخني. شتيش غادي نقول لك انتيا ليله عرسك ليله طلاقك سيري راكي مطلقه، نزليني عند امي. هذا نعم سيدي واحد المصري وقفوا عليه وهما يسولوه، وقف عليه واحد البرنامج وسولوه قال له ما هي اجمل رائحه تحبها؟
وهو داك المصري جاوبهم، قال لهم انا الريحة اللي بحبها هي لما عود للبيت وجد مراتي ريحة عند أهلها، هي دي الريحة اللي بحبها. هادي نعم سيدي واحد العروسة هبيلة، هي هبيلة، نهار ديال العرس ديالها جاو لعندها وقالوا لها شوفي راه حنا نقولوا لك واحد الحاجة وبغيناك ما تتقلقيش، راه عندنا لك واحد الخبر خايب. وهي تقول لهم قولوا خير، غا قولوا خليني نسمع. وهما يقولوا ليها اش غادي نقولوا لك، العريس راه مات الله يرحمه. وهي تشوف فيهم داك الهبيله وقالت لهم ويلي خلعتوني يسحبنا غير العرس تاجل. الطبيب الطبيب نعم سيدي قال للمريض ديالو امتى يا سيدي كيتزاد عليك الحال. شاف فيه المريض وقال ليه اش غادي نقول لك يا سعادة الطبيب، و كيتزاد عليا الحال ملي كنبغي نخلصك. هذا نعم سيدي واحد المعكاس عمرو ما خدم، عمرو ما خدم. واحد النهار وهي تقول ليه امو نوض يا وليدي الله يرضي عليك سير تخدم، سير انت دير في حال سيادك وخدم على راسك. وهو يجاوبها وقال لها الوالدة يا ودي راه الاثنين والثلاث ما يخدم غير الشماتة، والاربع والخميس خدامين صحاب ابليس، نهار الجمعة الكساكس بالقرعة عيد المؤمنين، والسبت والحد ما كاين حد وما خدام حد. شتيش غنديرو يا الوالدة؟ خليه حتى النهار الثامن وغادي نشوف معاه من. هذا نعم سيدي واحد المغربي مبوق ركب في الطيارة، ايوا وجا جلس حداه واحد الصومالي، واحد الصومالي. وهو المغربي يشوف فيه وقال ليه اجي واش انت يا شينوي؟ رد عليه الصومالي قال ليه لا يا سيدي انا ماشي شينوي. صافي نعم سيدي بقاو هكاك شي 5 دقايق وهو يدور ويشوف فيه المغربي قال له واش انت يا شينوي؟ رد عليه الصومالي وراه قلنا لك يا سيدي انا راه ماشي شينوي. وهو المغربي يقول له لا ما يمكنش راه ضروري وقيلا غادي تكون الوالده ديالك شينويه ياك. داك الصومالي مسكين تعصب وطلع عليه الدم وهو يقول له ايه الوالده شينويه والوالد شينوي وانا سميتي هونغ كونغ، صافي غير بعد مني. وهو يشوف فيه المغربي وقال له وسبحان الله ولا عجب يا صاحبي وكتبان بحال شي صومالي.